اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي المجنناني. عاملين ايه؟ امبارح طبعا عملنا محشي وعلى يدكم كل حاجه. يا دوبك الراجل طلع لي، البت جابت لي كرنب من الراجل، وقمت عامله الكرنب وعملت الدنيا وظبطت. ما شاء الله خلصت بسرعه. المهم احنا النهارده عندنا ايه؟ عندنا عدس. بصوا، هعمل عدس النهارده لان انا كان نفسي اكله من امبارح بصراحه. ماشي، هنعمل العدس. حطيت العدس وهنحط عليه بطاطس، ماشي، وجزر وبصل وطماطم وتوم، والتوابل بتاعته ان الله يحب المحسنين. بصوا اهو، بطاطس والبصل، الجزر، التوم، الطماطم. هنعمل كل ده مع بعضه ونخلصه وربنا يسهل الحال. وهنعمل معاكم بقى ايه هنا؟ صينيه مشكله. يعني صينيه مشكله بقى، بتنجان على بطاطس، بحطها كده ني في ني، واحط عليها شويه ميه، بطماطم، بحاجات، بالبطاطس، بالشطه، بكله كله كله، واقوم حاطاه فين؟ في قلب الفرن. بتبقى اكله تحفه، تاكلها بالعيش كده تحفه، جنب العدس بقى بالعيش. وهنعمل لسه عدس بشعريه. بصوا هتبقى الاكله تحفه تحفه. اوريكم حاجات بسيطه كده عشان نوريكم انا هنعمل ايه النهارده. ماشي، بصوا، حطيت البتنجان طبعا، قمعته وفتحته وحطيته، والبطاطس طبعا انا مقشراها ومحضرها لكم عشان ايه؟ تبقى كل حاجه جاهزه. بصوا هتبقى الصينيه كده بالظبط. ثواني، ها، تبقى كده بالظبط. بتنجان، شطه، بطاطس، ونحط نقطع عليها طماطم وتوم والدقه، ونحشي البتنجان طبعا بالثوم والدقه بتاعته، ونقوم حاطينها فين؟ على البوتاجاز شويه بره على العيون. وبعد كده بقى نطلعها من العيون، نحطها في الفرن اول ما تطيب. و ثواني هنعملها وربنا يسهل الحال. خليكم معايا ثواني وراجع لكم تاني. بصوا حبايبي، العدس اهو، الجزر والبصل وطماطمتين كده صغيرين مع العدس والجزر والبطاطس. وهنا بص التشكيله دي تحفه بقى. دي بعد ما تتعمل شويه كده وتطيب على النار، بنمسكوها نعملوا بيها ايه؟ نحطها على البوتاجاز شويه، يعني ربع ساعه كده ولا نص ساعه قبل ما كل ده يطيب في بعضه. ونرجع بقى نحطها فين؟ ثواني، ونرجع بقى نحطها فين؟ مش عارفه ايدي جت على التليفون. نرجع بقى نحطها في الفرن تتشوى، تتحمر كده. من شويه بقى لقيت الراجل بيلف البطاطس كيلو ربع ب10. رخيصه، بس هي دي ما تنفعش للتحمير. دي عايزه صينيه بطاطس، اي حاجه تانية يعني تخش في اي اكل تاني مع العدس مع الحاجات دي، بس ما تدخلش ايه مع ولايه الليمون. كيلو بحاله ب5 جنيه، كيلو ب5 جنيه. وجبت شكارة الملح دي، الكيس ده 15 كيس ب10 جنيه. 15 كيس يقضيني ايام اكتر من شهر، كتير قوي. ماشي، وطبعا قشرنا الجزر بالبرايه. عندنا برايات. انا اي حاجه تخطر في بالكم جايباها. بصوا من الكرنب، خلاص كده بكره ان شاء الله او النهارده اخر النهار يتاكل. حلو، الملح مظبوط، هو كله على بعضه حلو. عامه مخلص العدس وعامله بالشعريه، ونخلص البتنجان ونرصه ونوريكم الجمال. انا بطبخ النهارده بدري ليه؟ عشان النهارده عندي دور نظافه في الشقه. الشقه عندي نظيفه ومسيقه وحلوه، بس هاخد سرير من سرير العيال اللي في الاوضه اللي على الشارع، ادخلهم معايا في اوضه النوم. اوضه النوم واسعه، عشان الاوضه اللي على الشارع ساقعه تلج على العيال طول الليل، وساندي قايمه بردانه وسخونيه وخايفه العيال يقعدوا بعض. وسيف برضو امبارح كان تعبان. عامه ايه، هننقل حاجات النهارده ونشيل. وسيف قاعد النهارده من المدرسه برضو تاني اجازه، وساندي قعدتهم الاثنين. لقيت الجو ما يستحقش يعني ان حد يروح في المدرسه. هنوضبوا بقى مع بعضينا ونوضبوا الشقه ونظبطها حالنا كده. عشان كده قلت اطبخ بدري وانزل اصور معاكم. بصوا يا حبايبي، بصوا البتنجان كده خلاص والشطه خلاص كده قربنا ايه نحطها على في الفرن. هنحمر شويه شعريه، مش كتير يعني، بس انا مش هعمل ياما. نحمر الشعريه ونقوم حاطين عليه ايه؟ العدس. يبقى كده ايه؟ شعريه بالعدس. مع البتنجان بقى والشطه. وانا اساسا ماليش في الرز قد كده، بس هعمل لهم شويه رز برده كمان حبه
عشان هما بيحبوا ياكلوا رز مع العدس. انا ماليش في الرز قد كده ولا المكرونه. اقوم عامله ايه بقى لنفسي بالعيش مع الاكله الفظيعه الشنيعه البشعه ده اهي. بصوا الجمال. هنعملها على في الفرن نحمرها وارجع لكم تاني وشوفوا احنا هنعملهم في الفينش النهائي. حمرنا الشعريه، حطينا العدس هيتقل، شويه كمون ماشي، شويه ملح كده. خلاص الشعريه اتعملت كده ايه، الشعريه اتعملت ماشي. حمرنا الشعريه وحطينا عليها العدس بعد ما اتضرب في الخلاط. احنا دلوقتي بنضرب اهو في الخلاط اهو اهو ماشي، عشان الكبه معلقه معايا. طبعا حبايبي هنا ايه، حطينا الحله وهنحط الثوم. حطينا الثوم، شويه زيت اهو ماشي. بدل ما تقولوا عاملين ايه يا حبايب قلبي وحشتوني ماشي. حسبي يا سوسو، مش عايزاه متحمر جامد قوي، انا عايزاه ريحته بس اللي تطلع، مش عايزاه متحمر جامد. بصوا عشان يبقى تقيل وحلو كده كده حبايب قلبي. بصوا شايفين صينيه البطاطس بالبتنجان اللي يعتبر مشويه اتحطت شويه على النار، بس سلقه بسيطه بس بشويه ميه ومعاها التوابل والحاجات بتاعتها. بص الطبق هنا شكله عامل ازاي، ولا العدس عدس بشعريه. بس العدس تقيل ازاي، تحفه جميل. كان حاجه تدفي في الشتاء بقى. بصل كرنب، ايه رايكم؟ تعالوا اتغدوا معانا. فاضل الرز بقى بعمله كمان حبه كده، كفايه قوي عليهم كده. يلا ما تنسوش الاشتراك في القناه، اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس. انا اتبهدلت طب اما خلصت والله، حاسه لا حرانه دلوقتي مش ساعين. يلا سلام يا حبايبي، مع السلامه.